لو معاك 5 ملمات الصقر 1973 ميلادية، بس تكون يا جماعة ألمونيوم مش نحاس. فالعملة دي يا جماعة سعرها عامل 30,000 جنيه. العملة المطلوبة 5 ملمات الصقر 1973 بس تكون ألمونيوم مش نحاس، دي سعرها يا جماعة 30,000 جنيه. بس قبل ما اقول لك ليه سعرها عامل 30,000 جنيه وايه المواصفات اللي فيها اللي مخلي سعرها عامل كده، بطلب منك رجاء ان انت تعمل لنا لايك للفيديو عشان يوصل لكل الناس. لايك يا جماعه بالله عليكم، تعملوا لايك وتعملوا لنا كومنت عشان كل الفيديوهات بتاعتنا توصل لجميع الناس المهتمه بالعملات القديمه والنادره. واقول لكم كمان على اسعارها، واقول لكم كمان على اماكن بيعها، في 4 اماكن لبيعها. فبطلب منك ان انت تشترك في القناه على اليوتيوب وتفعل زر الجرس، ولو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعه. اما لو انت بتشوفنا على التيك توك فتعمل لنا متابعه واعجاب، وتخش من خلال قناتنا على التيك توك على قناتنا على اليوتيوب وتعمل لنا اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل سبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد وجديد. يلا بينا نخش جوه الفيديو. ورجعنا لكم يا جماعه من جديد. النهارده هنتكلم عن 5 ملمات الصقر 1973 الألمونيوم مش النحاس يا جماعه. اللي معاها العمله ديت فدي سعرها بالفعل عامل 30,000 جنيه. طب ليه سعرها عامل 30,000 جنيه؟ سعرها عامل 30,000 جنيه لأن تم إصدار كمية بسيطة جدا من تلك العملة بسبب خطأ ساق وما تمش تداولها بين العامة. الكمية اللي موجودة في السوق كلها بيقال لا تتعدى 3000 قطعة، لذلك فبيوصل سعرها إلى 30,000 جنيه. طيب ايه اللي موجود في السوق؟ اللي موجود في السوق بكميات كبيرة جدا وملهوش أي لازمة اللي هي ال5 ملمات الصقر ولكن 1972 ودي ألمونيوم. يعني لو حد معاه 5 ملمات الصقر 72 ألمونيوم فدي سعرها ما بتعداش ال5 جنيه عشان ما حدش يبعت لي ويكتب لي في الكومنتات ويقول لي أنا معايا. تمام. طب لو حد معاه 5 ملمات الصقر 1973 ولكن نحاس فدي سعرها برضو ملوش أي قيمة، فسعرها ما بتعداش ال5 جنيه. يبقى العملة المطلوبة يا جماعة واللي مطلوبة وسعرها غالي ونادرة وشحيحة عشان بها خطأ صك وتم طباعة أو صك منها كمية قليلة جدا هي 5 ملمات الصقر 1973 وتكون يا جماعة ألمونيوم. وتكون إيه؟ ألمونيوم. طيب العملة دي لو معايا بيعها فين؟ تبيعها من خلال 4 أماكن. أول حاجة إن أنت تبيعها من خلال الأسواق الحرة سواء في القاهرة اللي هي في مصر القديمة أو تبيعها من خلال الإسكندرية. طيب الأسواق الحرة اللي موجودة عندنا في سوق ميامي، في مصر الجديدة، مصر الجديدة، سينما ديانا، جنب سينما ديانا، ودي بيبقى موجود كل يوم سبت من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 4. بتروح هناك عند قهوة ديانا وسينما ديانا موجود في وسط البلد. طب أبيع فين تاني؟ في الإسكندرية في ميامي عند كافيه سياو. طيب دي بالنسبة للأسواق الحرة. ممكن تبيعها من خلال برضو اللي هي الجروبات اللي موجودة على الفيسبوك. العديد من الجروبات اللي موجودة على الفيسبوك وهسيب لكم روابط الجروبات ديت في الرابط أسفل الفيديو. بس بطلب منكم إن انتوا تعملوا لنا لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد وجديد. طيب من خلال الجروبات ديت بيتعمل مزاد على العملة وبتبيعها بأغلى سعر. طب أبيعها فين تاني؟ في المتاجر الإلكترونية اللي موجودة على الإنترنت أو على جوجل زي إيه؟ زي إي باي وزي مثلا أمازون وزي جوميا وزي علي إكسبريس، العديد من المتاجر الإلكترونية. تبيعها من خلال برضو موقع يسمى موقع أوليكس على الإنترنت، بتعرض عليه العملة وبتحقق لك أعلى سعر. دي ال4 أماكن اللي تقدر تبيع عليهم العملة، أو ممكن تتواصل معايا أنا شخصيا وتقول لي على العملة اللي معاك، ولو هي نادرة وشحيحة وفيها المواصفات اللي أنا بقول عليها أنا أخدها منك على حسب حالتها لو هي حالتها كويسة جدا. طيب قيمة العملة هي كل العملات بتساوي 30؟ لا، بيساوي العملة اللي أنا عارضها النهاردة ال5 ملمات الصقر 1973 الألمونيوم ديت بتبدأ يا جماعة من سعر 1000 جنيه ل 30,000 جنيه على حسب حالتها، وبتوصل في حالة العنصر اللي هي بتكون جديدة ل 30,000 جنيه. طيب العملة بقى يا جماعة اللي هي موجودة في السوق ومع كل الناس هي العملة النحاس اللي أنا هعرض لكم صورتها دلوقتي على الشاشة. العملة دي موجودة مع كل الناس وملهاش أي قيمة. العملة ديت يا جماعة موجودة مع كل الناس في كل بيوتنا وملهاش أي قيمة، اللي هو العملة اللي 5 ملمات الصقر 73 ولكن نحاس، دي ملهاش أي قيمة خالص
وديت قيمتها مثلا تبقى 5 جنيه، من 3 ل 5 جنيه. فالعمله ديت لو مع اي حد ما يقوليش انا معايا 5 ملمات الصقر 1973، لابد ان هي تكون يا جماعه ألمونيوم. انا كده يا جماعه خلصت الفيديو، فبطلب منك رجاء يا جماعه ان انتوا تعملوا لنا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس لو انتوا بتشوفونا على اليوتيوب. ونفسي يا جماعه ان انتوا تعملوا لايكات، لان الفيديوهات يا جماعه بتوصل لكم وبتشوفوها وبتشاهدوها من غير لايك. اللايك بيعلي الفيديو بيخليه يوصل لاكبر عدد من الناس. فرجاء عشان نستمر ونقول لكم على جميع العملات واماكن بيعها واسعارها، واقول لكم كل العملات النادره، لربما يكون عندك في البيت وفي الدرج كده عمله وانت مش عارف قيمتها، وتخليك في يوم من الايام ان هي تعدل لك حالك وتبيعها بسعر كويس. فبطلب منك يا جماعه لو انتم بتشوفونا ان انتم تعملوا لنا لايك للفيديو. لايك يا جماعه للفيديو بالله عليكم، مش هتخسروا حاجه ان احنا نوصل الفيديو دي ل 1000 لايك. لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان نفعل زر الجرس. اما لو انتم بتشوفونا على الفيسبوك فتعملوا لنا لايك وشير ومتابعه. اما لو انتم بتشوفونا على التيك توك فتعملوا لنا متابعه واشتراك عندنا في التيك توك، وتخشوا من خلال قناتنا على التيك توك على اليوتيوب وتعملوا لنا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وجديد. والسلام عليكم ورحمه الله.